مشاهدينا الكرام عبر بي إن سبورتس الإخبارية في قطر، أهلا ومرحبا بكم إلى برنامجكم الشوط الثالث. وفي حلقة اليوم سنناقش تأهل المغرب إلى كأس العالم 2026 والفرص المتاحة أمام باقي المنتخبات العربية الإفريقية للحاق به. للحديث عن هذا الموضوع مشاهدينا أرحب بضيفي وضيفكم في الاستوديو الكابتن هشام جدران المحلل الفني. أهلا بك كابتن. مساء الخير يعني. أهلا بك وبكل المشاهدين. سينضم إلينا بطبيعة الحال من الرباط مشاهدينا مراسل قنوات بي إن سبورتس مهدي فودي. نذكركم بسؤال حلقة اليوم وهو كالآتي: بعد تأهله المبكر إلى كأس العالم، هل تعتقد أن المغرب يعتبر المرشح الأبرز للتتويج بكأس إفريقيا المقررة على أرضه؟ الجواب بنعم أو لا. هذا ويمكنكم مشاهدين التفاعل معنا عبر هاشتاغ الشوط الثالث بخصوص موضوع هذه الحلقة. كما جرت العادة سنتوقف. أهلا بكم من جديد. دشن المنتخب المغربي ملعب الأمير مولاي عبد الله الجديد بفوز عريض على منتخب النيجر، ضمن به تأهله إلى نهائيات كأس العالم للمرة الثالثة على التوالي. تأهل خلف فرحة عارمة وسط الجماهير المغربية التي تدافعت بكثافة بمناسبة افتتاح أحد أكبر الملاعب التي ستحتضن مباريات كأس إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030. مراسلنا مهدي فودي والتفاصيل. الطريق إلى كأس العالم لم تعد رحلة استكشاف لدى المنتخب المغربي، بل دربا مألوفا، وإنجاز التأهل لم يعد حلما بل عادة لا تكسر. فرحة افتتاح الملعب الجديد تلتها فرحة التأهل ليكتمل المشهد الافتتاحي في العاصمة الرباط. كتيبة وليد الركراكي لم تطرق باب المونديال بل دخلته بكل ثقة بعد اكتساحها منتخب النيجر مستفيدة من تعثر تنزانيا. النتيجة خماسية بيضاء وتأهل مستحق قبل جولتين من ختام التصفيات. الحمد لله. يعني الأجواء كانت يعني ممتازة، كنبغيو نشكروا الجمهور اللي حضر. بالنسبة للمباراة فالدراري تعاملوا مع المباراة بواحد الشكل جيد والحمد لله. زيد سعداء بهذا التأهل ما جاش من الفراغ، جاء من عمل ومن اجتهاد ديال الكل، وتنظن أن مجموعة ديال اللاعبين الجيدين. تنظن اليوم كانت مباراة جميلة، استطعنا نسجلوا أهداف. تنظن العمل باقي مستمر باش يمكننا نزيدوا نطوروا من المردود ديالنا في أرضية الملعب، ونحاولوا نسجلوا أهداف في توقيت أقل من التوقيت اللي سجلنا به، لنا تنظن بأنه